عسلامة عسلامة البنات، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بينكم، هيا شنو أحوالكم؟ شو عاملين؟ راكم قاعدين تشوفوا الطقس شتوي بامتياز، الحمد لله يا ربي على كل حال. نبدا معكم فطور صباح كيما العادة لا تقطعلنا عادة. حديت باش نحضر فطور سوسو باش نعمل لها كريمة. البنات، طريقتي في الكريمة نحط الحليب يسخن ونحط الكريمة والسكر نحلهم في الحليب البارد. دوب ما يغلي الحليب نصب عليه هاك الخليط هذاك متاع الكريمة في مشوار ما يولي يبقبق تبقبق الكريمة والطيب. ما عنديش الحق وسع بال باش نبقى نحرك من الأول. هكا تطيب في عقل معناها كيما نقولوا احنا نخليها تبقبق في عقلها باش هكايا تطيب في بالكدا وهذاك هو. ونحط أنا لهنا باش نحط زادا قهوتي كيما العادة. بصراحة قهوة الصباح ذيكا لازم منها باش نحل بيها مخي ونفهم روحي، عرفتوا كيفاش هيكا هو. باش نبدا الميناج متاعي. نحب نشكركم برشا برشا البنات على تفاعلكم معايا وعلى مساجاتكم الحلوة وكومنتاريتكم المزيانة. ربي يفضلكم وربي يخليكم ولا ينحيكم عليه. ربي يديمكم نعمة في حياتي. بالحق عايشكم فضلكم قاعدة نقدم وقاعدة هكايا نعطي في حاجات باهيين. نحب زادا نرحب بالمشتركين اللي دخلوا جدد للقناة. نحب نقول لكم مرحبا بكم، إن شاء الله يعجبكم محتوى القناة وإن شاء الله تستفادوا مني حتى هكا ولو بشوية. ما تنساوش تفعيل الجرس اللي مازال ما فعلش الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. إن شاء الله هكا قاعدة نعطيكم في شوية طاقة إيجابية ونعطيكم في شوية نشاط وحيوية باش تتفرجوا في الفيديو وتقوموا عادة الميناج متاعكم في نشاط وحيوية إن شاء الله يا ربي. المحتوى متاع القناة يعجبكم البنات. قولوا لي شنو اللي عجبكم وشنو اللي ماهوش عاجبكم قولوا لي كان فما حاجة هكا ماهيش ولا بد قولوا لي عليها خلي نبدلها. هاني السوسو جات بحذايا باش حطيت باش نعمل بيت القعاد. جوست خملتها تخميلة هكاكا وعملت عليها بالاسبيراتور هذاك هو على خاطر الطقس كيما شفتوا لبرا البنات. ما نحكي لكم مش تبدل الطقس من بعد زاد اكثر من هكاكا ولا مغيم على الاخر. وساعة ساعة هكايا تصب شتي شوي شوية مش برشا تصب وتقص. ومعناها ما تنجمش لا تخرج لا تسيق لا تزرزق لا تحل شبابك ما تنجم تعمل حتى شيء. جوست هكاكا أوكا تعمل لما ومن بعدكش تخرج على روحك هذاك هو. جست عملت بيت القعد بالاسبيراتور. اما الدوش والكلوار وبيت النوم والكوجينة باش نعمل عليهم مسحة باش نعدي عليهم خيشة شايحة زادة مش هكلي مبلولة على خاطر ما كنت تعرفوها دخول وخروج. وزيد معناها الكلوار فيه برشا عفس يلزموا بصراحة. وانا هكاكا وسجود ما ركحتش هاي دخلت هاي خرجت هكا ها. ايش باش نعمل كل يوم وقسمه عرفت وكلي بالحق تبدا الطقس هكا ما تنجمش تحل شبابك وحتى تخرج من البيت هذيك دافية. والله صدقوني ساعات نخرج للكلوار نحس بالبرد عرفتو باردة الدار. حاسيلو البنات جيت لهنا الكوجينة عندي معونين هذوكم اشترهم معناها متاع البارح بخلت عليهم ما غسلتهمش. نحيت لهم وسخهم وخليتهم هكاكا باش معناها يسهلوا لي في الغسلين من بعد. حطيت باش نغسلهم وذاك هو معناها عندي الكوجينة. حتى الكوجينة مانيش باش نسيقها الحقيقة صيقتها البارح نظيفة ما عندي فيها حتى شيء جوست باش نعمل لها خيشة زدا مبلولة فيها نكيتة جافيل وهذاك هو. عرفتك لي واحد يزرب باش يمشي يركش ويقعد. بصراحة الطقس هذايا متاع الركشة وما قالت الناس هيك هو البنات. حبيت حكا نحل قوس على يسرى مسكينة وعلي صاير فيها يومية أم تونسية في مصر. ربي يفضلها وربي إن شاء الله يعطيها القوة بالحق. ربي إن شاء الله معاها وربي إن شاء الله يكون في عونها بالحق. الإنسان ما يدريش على روحه ما يدريش على المفاجآت اللي تخبيها له الدنيا هذيا. ربي إن شاء الله يجعل لها رفيق وقت الضيق
وإن شاء الله يا ربي تكون هكا أزمة وتعدي، وبقدرة ربي أزمة وتتعدى، وربي إن شاء الله يكون معاها، وهي مرأة بألف راجل بالحق بنت أصل صنديدة تونسية ما خلتش راجلها في الحالة هذيك والوضعية هذيك، خاطر برشا عباد معناها تفقد هكايا السيطرة حتى على أعصابها، تبدا أمورها مش هي، تبدا خايفة، تبدا عرفتك لي ماذا بيها تشوف حل معناها كيفاش تخرج منها الحكاية هذيك. هي مسكينة اختارت راجلها، واختارت باش تعاون راجلها وتقف مع راجلها، هذيك هي المرأة التونسية الأصيلة اللي ما تخليهش بمولا بيتها. ربي إن شاء الله يعطيها رفيق وقت الضيق، ربي إن شاء الله يفرج عليها ويفرج كربها ويفرج كرب كل مؤمن بالحق. واحد ساعات ما نحسوش بنعمة راحة البال، خاطر بالحق مسكينة هي تويكا بالها ماهوش مرتاح جملة بالحكاية متاعها الشيء اللي قاعد يصير عليها. ربي إن شاء الله يعطيها راحة البال، وربي إن شاء الله يهدي سرها ويرجع لها مولابيتها هكايا لدويرتو لو لصغيراتو مكثرية للصغيرات. خاطر بالحق تفرجت أنا في فيديو قبل كيفاش مسكينة حبوا يخطفوا لها صغيراتها، ما فهمتش أنا يا أخي العباد لها الدرجة ما عندهاش قلب، ما عندهاش هكا صغار ما يحسوش. ربي إن شاء الله يكون في العون، وربي معاها، ربي إن شاء الله يكون معاها بالحق. والله الكلام تعجز أصلا حتى شنو باش تحكي أصلا شنو باش تقول. ربي إن شاء الله يكون في العون، وذاك هو بالحق واحد ديما يقول الحمد لله على راحة البال، وعلى هكا على أي حاجة. والله صدقوني أبسط الحاجات هي راحة البال، أبسط حاجة. ربي إن شاء الله يعطيها القوة، يعطيها القوة ويعطيها الصبر إن شاء الله. وديما معناها نقول اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربي إن شاء الله يعطيها ديما يعطينا حاجة اللي نقدروا عليها، وهكا نكونوا معناها قدها. ربي إن شاء الله معاها. أهلا وسهلا عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. سامحوني اللي باش نخدم برشا. شنو أحوالكم البنات؟ عاملين؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيا بيكم مش عاملين؟ توحشتكم برشا، راكم ديما تقولوا عباش بها نسألكم هذا الله غالب البنات راني. عرفتوا الرينج لايت الوحده نتاعو الخيط نتاعو قصير، وانا عندي ورا الكوان كافيه هذا البريزه هذيك ديما نقف معناها لهنا، وديما نعمل الفيديوهات هنا. باهي البنات على غير العاده اليوم باش نعمل فيديو نحب هكا نعلق على يوميات يسرى، يوميات ام تونسيه في مصر. ربي ان شاء الله يفك كربها بالحق. حاجة توجع القلب، حاجة ما خيبها حد ما يحب أو حد معناها ما يتمنى يصير الشيء هذايا على أي إنسان. ربي إن شاء الله معاها، ربي إن شاء الله يكون في عونها، وربي إن شاء الله يرجع لها مولابيتها ولوليداتها ولصغيراتها ولها هي زادة. ربي إن شاء الله يوقف لها وليدات الحلال. بالحق حاجة صعيبة برشا وحاجة خايبة برشا إنك تكون معناها ملمومة في دويرتك مع راجلك في يوم في نهار وليلة. عرفتوا كيفاش؟ نهار وليلة تقلب بحياتك 360 درجة. ربي إن شاء الله يكون في عونها بالحق. الكلام يهرب والكلام ما فماش. صحيح أنا قناتي صغيرة وأكيد معناها ما تعرفنيش، أما رانا كلنا وخيات كلنا تونسيات، وكلنا حتى كلمة باهية واحد معناها يقول لك كلمة باهية تهز لك حتى هكا شوية معناها معنوياتك وتطلع لك هكا المورال. ديما واحد يقول الحمد لله على كل حال، أما المكتوب عجبين لازم تشوفوا العين. الواحد ما يعرفش على روحه وما يعرفش على الدنيا شنو مخبيت له. اكيد ما كانتش مسكينه الشيء هذايا معناها متوقعته جمله. ربي ان شاء الله يكون معاها بالحق. تفرجت على فيديوها قلبك يوجعك. ان شاء الله يا ربي يطيح بها ولد الحلال. ربي ان شاء الله يفرجها عليها. معنا مانيش عارفه حتى وصدقوني مانيش عارفه حتى شنو باش نحكي وشنو باش نقول. ربي ان شاء الله يكون في عونها، وذاك هو بالحق في وضعيه صعيبه 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 على الاخر. حتى حد ما يحب يكون في بلاصتها لا يقدر، اما بالحق واحد معناها حتى الربع هكا الربع نتاع الاحساس كونك باش تكون في بلاصتها حاجه صعيبه برشا. مرا وحدها معناها مسكينه تهز في راسها وتلطخ على بالحق بنتصل هي ما خلتش راجلها، وكان جت واحده اخرى تقول لك انا ما نجمش ما عادش نجم، تخاف حتى على صغيراتها تقول لك نروح لبلادي ونقعد في بلادي ديما اضمن لي وكل. اما هي اختارت كونها باش تقف مع راجلها. ربي ان شاء الله يعطيها القوه ويعطيها صحه
البدن وصحة البصر كيش يقولوها. بالحق ربي ان شاء الله يكون في عونها وفي عون راجلها زادا مسكين، ربي ان شاء الله معاه وربي ان شاء الله يكون في عونه، ربي يعطيهم هكا. بالحق والله صدقوني يا البنات واحد يعجز اللسان على الكلام، والله صدقوني بالحق شيء اسف. ربي معاها والله، ربي معاها بالحق. واحد ما حاسيلو البنات كلنا ندعيو لها باش ربي معاها، ربي ان شاء الله يطيح بها شكون اللي هكا يعاونها باش تتعدى المرحله هذيا، غيمه وتزول ولا كيش يقولوها، ومحنه وتزول، وان شاء الله بقدره ربي. ربي معاها وربي ان شاء الله يكون في عونها. اكيد توا يجي نهار يبقى حديث وتبقى معناها تفكر في الحاجات الباهيه قبل الخايبه، وتفكر اللي الناس الكل حتى ولو بكلمه وقفت معاها، ربي ان شاء الله معاها وربي ان شاء الله يكون في عونها. باهي البنات قوس ونقفلوه ان شاء الله يا ربي يفرج على كل انسان وعلى كل مؤمن حاجه معناها مبتلي بحاجه مهما كانت معناها مهما تكون، وزيد الديون والحاجات هذوما بصراحه حاجه صعيبه برشا. بالحق معناها ما يغلبك كان يقول لك اعطيني متاعي، بصراحه واحد يبدا هكا خايف، حتى قتلك معناها نحط راسي على المخده نبدا خايفه على ولادي، على شنو ما يصيرهم، شنو باش يصير لهم لو كان يجيني حد، لو كان يهد علي حد. بالحق نقولها ربي معاك يا يسرى، ربي ان شاء الله يكون في عونك. باهي البنات قوسوا سكروه ونبداو مع بعضنا في الروسيت. اليوم باش نعملوا ملصوقه، الملصوقه هذه للمبتدئين ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه، ويلا مع بعضنا نبداو في الفيديو. البنات قلنا اليوم روسيت سهله برشا، ما تستحقش معناها تعب وشقاء، كل شيء باش نعملوه في الروبو باش يسهل علينا كل شيء. باهي عندنا كيس سميد ارطب، سامحوني المره اللي فاتت البنات سالتوني على سميد نتاع البسكويت نتاع جوز الهند، راهو سميد ارطب، سامحوني في هذايا راهي فاتتني وما قلت لكمش شيء عليها. حطوا كيس سميد عليه كيس فارينه، عليه مغرفتين زيت نباتي، وعليهم قرصه ملح. باهي وعندنا ماء دافي، الكيس عليه كاس ماء، يعني زوز كيسان كاس سميد وكاس فارينه عليهم زوز كيسان ماء. اوكي انت من بعد نجم تعمل الكونتيتي اللي تحب، 4 كيسان ما بين زوز كيسان سميد وزوز كيسان فارينه عليهم 4 كيسان ماء. وراو البنات ما تقيدوش بالماء، توريكم التكستور نتاعها من بعد، على خاطر راو ما تتعرفش عليه السميد يشرب الفارينه والسميد يشرب والا لا. الحاجه اللي يلزمكم تعملوها هي كون الماء يبدا دافي. حطينا نمشيو تويكا نمكسيوهم ونرجع لكم. باهي البنات رجعت لكم ان شاء الله البنات الصوت يبدا واضح. سامحوني النت راهي باش تقلقني برشا على خاطر الرينج لايت تشعل، نحس في اللي فين تاع الضوء مقلقني على الاخر، يعني على هذيك ساعات مش ساعات ديما نحكي كي نبدا نحكي معاكم. باهي البنات لهنا بعد ما مكسينا السميد والفارينه والملح والزيت نحطوا كما قلنا، انا راني زدت البنات مغرفتين الماء بلا حساب على خاطر حسيتها هكايا عاقده شويه. نجيو لهنا البنات باش نعمل باش نتستيو باش نقولها لكم لا اله الا الله محمد رسول الله، الكلمه ضاعت عليا. باش نتستيو التكستور نتاع الخليط نتاعنا. باهي ناخذوا مغرفه نخلطوا هكايا ونشوفوا كي تبدا ما فماش البنات الحبيبات نتاع السميد معناها راي الطريقه ناجحه 100%. قاعدين تشوفوا البنات ماكمش قاعدين تشوفوا فيها برشا السميد، معناها كلي ماهوش مش ظاهر برشا وهيك التكستور نتاعها هاكم قاعدين تشوفوا. سي بون هيك ماهيش قاعده فماش برشا سميد، هذاك الحبيبات الهواء اللي دخل فيها. باهي البنات الحاجه اللي يلزمكم تعملوها كونكم باش تخليوها ترتاح نصيف ساعه، مش في الفريجيدير البرا، نحطوها في الصحيفه نتاعنا ونخليوها ترتاح حكايه نصيف ساعه باش نشوفوا معناها اسكو يشرب الماء لا، باش تجينا الكعبه باهيه وما تتقطعلناش وتجينا من اول مره حاجه باهيه. باهي على فكره البنات نحب نقول لكم اللي المقله يلزمها تكون تيفال، ماهيش يعني اي مقله، خاطر باش ما تلصقلناش الحقيقه نتاع ربي يلزمكم حاجه تيفال، ولكن مقله الكريب زاده كان عندكم بالفوشه. انا الحق نتاع ربي ناخذ من لي كيكوري معناها الفوشه بالاخص هكا للملصوقه، ما نكذبش عليكم البنات السيليكون وكل الحكايات الاخرين ما تجينيش باهيه بيه، انا ناخذ من الكيكوري
الفرشة نحط عليها فني شوية باش معناها كان فيها غبابر ولا فيها حاجة هاكا تطيحالي، ونبدا مرتاحة ومتهنية ومطمئنة وقاعدة نخدم في خدمة نظيفة. باهي البنات يلا من بعد نخليوها ترتاح ونتقابلوا من بعد باش نقدوا الملصوقة بتاعنا في المقلة. باش نمشي نطيب الفطور ونرجع لكم باش نقدوا الملصوقة. ولهنا حبيبتي كما قاعدين تشوفوا التكستور متاعها كيفاش باش نحطها ترتاح نصيف ساعة نغطيوها بحاجة ونخليوها ترتاح. باهي لهنا بعد ما ارتاحت أنا بديت ماشي في بالي نصور يا أخي طلع الفيديو واقف ماهوش يصور حنسيب البنات عندي نسخنو المقلة التيفال متاعنا بالباهي بالباهي وناخذو بابي سيرفيت نحطو عليها شوية نكتة زيت زيتونة ولا زيت القطانية العادي ندهنو المقلة متاعنا بالكدا في الشايح البنات مش نغرقوها بالزيت باش ما تلصقلناش كعبة الملصوقة وتجينا هكا كما نقولو احنا ربخة بلغتنا نحنا. نخليوها على نار هادية تطيب على روحها نخليوها حتىش اللي تنشف منها أكل السوائل الكل تحسوها بدات تشيح أصلا هي وحدها تبدأ تطلع معناها كيما نقولوا إحنا تبدا تتنحى من المقلة بالأخص الحرف هكايا تحسوهم بداو هكايا يبعدوا على المقلة معناها راهي طابت. بالحق حاجة سهلة في مشوار ما تتقد. نجمو نقديوها نقديو كونتيتي ونخبيو منها في الكونجيلاتور نقسمو قداش نحبو احنا من كعبة ونحطوها في الكونجيلاتور نجبدوها قبل بنصيف ساعة ولا بسواعة ملي باش نطيبوها وتوا جاي رمضان قبل المغرب بسواعة نخرجوها ونحضروا لها الحشو متاعها على روحه. حاجة سهلة حاجة كما نقولوا احنا ماهيش صعيبة تنجموا تعملوا حتى نصف الكونتيتي البنات شطر كاس سميد وشطر كاس فارينة وكاس وكاس ونص ماء نحضروهم الدافي البنات الماء ديما نوصيكم الماء دافي ونحطوا نجربوا باش معناها ما نخسروش برشا سميد وبرشا فارينة هاكا بشطر كاس نجموا معناها نحاولوا نقدوا شوية كان نجحت معكم المرة الأولى ديما باهي ما نجحتش معاكم المرة الأولى تنجح معاكم المرة الثانية بقدرة ربي. كما قاعدين نشوفوا نبقاو نتبعوا فيها بشوية بشوية ويلزم يا البنات الفوشة تبدا نظيفة. كما قلت لكم الغاز ما يبديش عالي خاطر تتحرق شوفوا كيفاش البنات حتى مني نعجنها وكل وترجع كيف ما هي الكعبة ما شاء الله. ولهنا حضروا لي كعبة الملصوقة متاعي حسيلو البنات بكيس سميد وكيس فارينة عملوا لي 10 كعبات 10 ورقات ملصوقة شوفوا ما شاء الله. ولهنا عملت ذوما كعبات سيجار هكا ذوما الحاجات الأولانيين معناها جربتهم ومن بعد معناها طيبت العشاء متاعي عملت إبريق وعملت شوربة شوفوا ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله تجربوها وتقولوا لي بالحق رسيت ناجحة وصفة تستحق إلا التجربة. جبت البنات رمضان وجيت حسيلو ربي إن شاء الله يجيبوا على خير لا فاقدين لا مفقودين اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله يا ربي مبروك سعيد على الأمة الإسلامية. ولهنا حبيباتي كيما العادة والعوايد باش نعمل قهوتي ونمشي نركش قدام التلفزة شوفوا القهوة ريحتها ما شاء الله ما نحكي لكمش نودكم وما نشهيكم. هيكم كعبتين البسكوي اللي عملته بالسميد والنواد كوكو حطيت كعيبة مع القهوة وطبخيرة العادة والعوايد نحبكم برشا ما تنساونيش البنات في الكومنتير وتعملوا لي برشا جمات باش هكاكا تطلع القناة ويشوفوها برشا ناس نحبكم برشا. ولهنا نوصل بكم لاخر الفيديو نحبكم برشا برشات ونبوسكم برشا بوسات ونقول لكم السلام.